مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. اليوم جينا نناقشوا واحد الموضوع اللي هو غاية في الأهمية، يتعلق بالخطاب الملكي السامي عند افتتاح السنة التشريعية للولاية التشريعية 11. هذا الخطاب هذا كان له أهمية قصوى، باعتبار أنه طرق قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بالصحراء المغربية، وشدد ونوه وأثنى على فرنسا اعترافها بالقضية المشروعة للمغرب في وحدته الترابية، وكذلك بالنسبة لإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الدول الإفريقية اللي افتتحت قنصليات بالصحراء المغربية بالعيون والداخلة. هذه المجهودات اللي قام بها جلالة الملك منذ توليه العرش، الاهتمام والعناية بقضية الصحراء، خلى الكثير من الدول أو أغلبها تعرف الطابع الشرعي والقانوني لقضية عدالة وحدتنا الترابية. ولكن كاين هناك اختلالات، وحنا تنعرفوا أن الدبلوماسية الرسمية لجلالة الملك، إذا أضفنا إليها الدبلوماسية الأمنية والعسكرية من خلال عدة محطات واللي عطات الأكل ديالها، ولكن كاملة تتجه في إطار حل النزاعات والدعوة إلى السلام. الدعوة إلى السلام ليس في قضية وحدتنا الترابية التي هي أولوية، وإنما حتى في بعض المناطق أو الدول اللي تتعرف عدم الاستقرار السياسي بحال ليبيا مثلا، واللي يجب على الليبيين أو كل الأطراف الليبية توصل لواحد الحل باش تجمع الدولة ودير انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل وحدة ليبيا والحفاظ على ترابها. وهنا أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله عندما لمس أن هناك خلل في الدبلوماسية البرلمانية أو الحزبية أو المدنية وباقي المؤسسات التي تعنى بالشأن الوطني أو الشأن العام. هنا جلالة الملك محمد السادس نبه البرلمانيين باش يتحركوا شوية، بانوا لنا ناعسين، بحال زعما راه الحمد لله وصلنا درجة التمام والكمال، ما بقاوش تيعطيو كما كانوا تيعطيو شي برلمانيين في الولايات التشريعية السابقة، كانوا على الأقل يتحركون. اليوم أمام أمور نجهلها، وجلالة الملك يؤكد دائما على دور الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية المجتمع المدني والدبلوماسية الإعلامية وما إلى غير ذلك. اليوم عندما جلالة الملك ينبه البرلمان بغرفتي بضرورة تفعيل الموارد البشرية من الكفاءات من الأطر ديال البرلمان باش يكونوا في مستوى المسؤولية مع الوفود البرلمانية. ولكن حتى الوفود البرلمانية تتمشي في إطار توافقات سياسية، مما يجعلهم يخلون بمسؤولياتهم عندما يسافرون
للمشاركة في المنتديات الدولية، أو مجلس حقوق الإنسان في سويسرا، أو البرلمان الأوروبي، أو اتحاد البرلمان الدولي. هذه واحد المجموعة ديال المؤسسات بما فيه البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي. هذه واحد مجموعة من المؤسسات وغيرها. يجب على أن يكون البرلمانيين في مستوى تمثيلية، ماشي في مستوى التسوق، ماشي في مستوى وصلنا الله يبارك ما تبقى تفاصيل. حنا تنعرفو مزيان بأن الوفود البرلمانية متى تمشي في مهمة دبلوماسية برلمانية، ما عمر رئيس الوفد أو أحد الأطراف الوفود، لأنهم يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، عقد ندوة صحفية وفسر للصحفيين المغاربة شنو الفائدة من هذه الزيارة. حنا تنعرفو وفود أجنبية بما فيه عربية، وخاصة الأجنبية، لما تزور البرلمان في إطار مهمة دبلوماسية برلمانية، يصطحبون معهم صحفيين ديال بلادهم باش يحضروا ويتبعوا الأشغال ديالهم. وتفرض الوفود الأجنبية على المؤسسات الشيعية، على البرلمان بغرفته النواب ولا المستشارين، باش يعقد ندوة صحفية. وخاتم هذوك الوفود أو رؤساء الوفود التي تلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين عقد ندوة صحفية ديالنا، يحاولون الضغط على الصحفيين باش ما يطرحوا حتى سؤال. هذا هو المشكلة في العمق والجوهر على الاختلالات اللي تتوقع في الدبلوماسية البرلمانية. أنا اللي بغيت نقول اليوم أن دولة العدو أو دولة الجوار بدورها أصبحت أكثر من أي وقت مضى ضغط على الصحفيين باش يواجهوا المغرب، كأنهم كما تيقولوا هما الجيرة. حنا ما عندنا لا جيرة لا والو، نحن واحد البلد ديال السلام، واحد البلد اللي باغي يحل الخلافات أو النزاعات في المنطقة أو بلادنا بالنسبة لقضية الوحدة الترابية، حلوها في إطار حوار وفي السلام. هذا هو المغرب. وثانيا أنا اللي بغيت نقول اليوم أن هذا الخطاب، هذا خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجب أن يكون مرجعية ما تبقى من الحياة البرلمانية، لأنهم ما عندهم ما يديروا، يهتمون بهذه القضية. إما ما فيها باس، راه كاين مؤسسات وطنية اللي باغا تضحي بالأفكار ديالها بالرؤية ديالها من أجل تفتيت ما تبقى أو ديك الدول، بقايا من الدول اللي مازال موالية للجزائر. أما الأغلبية كل شيء أعتبر مغربية الصحراء، ما فيها باس يشوفوا مع وزارة الخارجية تفي بريهم. خليونا من الأيام الدراسية، أيام الدراسية أيام مضيعة للوقت ومضيعة للزمن ومضيعة للمال العام. فيها باس يدير مجلس النواب ومجلس المستشارين يديروا شي اتفاقية مع نادي الدبلوماسيين اللي فيه سفراء راكموا تجربة في الدفاع عن القضايا الوطنية من خلال مهماتهم الدبلوماسية الرسمية، يقدروا يعطوا للبرلمانيين أو يفيدوهم في مجموعة المجالات. كذلك بالنسبة للأحزاب السياسية، هذيك نعسات تيقولوا كوخات،
ما عندها ما دير. حتى التجمع الوطني للأحرار مشلل في هذه العملية. هذا الحزب الحاكم دابا من تلقاو هشاشة في الفكر والرأي السادة النواب، وكذلك بالنسبة للسادة المستشارين، تنظن مع تجديد رئاسة مجلس المستشارين وانتخب محمد ولد الرشيد خلفا السيد النعمة ميارة، هما الاثنين من أبناء منطقة الصحراء. حنا ما تنشوفوش واش هاد البرلمانيين الصحراء اللي هما على اطلاع تام بقضية الوحدة الترابية يخلقوا واحد، بغض النظر عن الانتماء السياسي، لأنها قضية وطنية ما تتعلقش لا فلان ولا فرتلان ولا هيئة ولا ماشي هيئة. هذا وطن، وهذا الوطن يجمعنا كاملين. هنا اللي بغيت نقول، هاد البرلمانيين منحدرين من الأقاليم الصحراوية لهم تجربة وتراكمات في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، وبالتالي خصهم يبينوا المجتمع الدولي ويستمروا في التعريف بقضية الوحدة الترابية على أنهم من أبناء المنطقة وممثلين في الجماعات الترابية في المؤسسات البرلمانية، وهم سواسية أمام جميع المواطنين المغاربة بدون تمييز ولا محسوبية ولا زبونية. هنا أنا تنشوف بأن الحمد لله بفضل جلالة الملك محمد السادس المغرب حصل على هذه الرتبة وعلى هذه الثقة الدولية والإفريقية والعربية في قضية وحدته الترابية. اليوم ما جاء في خطاب جلالة الملك لابد أن يكون هو طريق من أجل هدف جعل بعض الدول اللي باقا ما تيقاش يفسروا لها بطرق أكثر جدية، وأن الوفود الأجنبية، الوفود البرلمانية التي تقوم بمهمات دبلوماسية، الله يخليكم لما تختاروا أفضلهم، هما كاملين زوينين، نقولوا كاملين زوينين بدون تمييز، ولكن كاين اللي عنده اهتمام بواحد الشق، كاين اللي تيمشي يقرا، كاين اللي تيمشي يسول، كاين اللي تيمشي يراجع وتيصبح عنده إلمام بالقضية. احنا كامل المغاربة عندنا إلمام بالقضية، ولكن في محطات دبلوماسية دولية خصكو عندنا مرجعية ديال القناعة، وعندنا مرجعية ديال الثقة في النفس، ومرجعية ديال وضع المستمع أو المسؤولين أو البرلمانيين الأوروبيين أو الغربيين أو باقي الدول، تنقول داك الدويلات الموالية للجزائر، تفسروا لها بالتاريخ قضية الوحدة الترابية للصحراء المغربية. وأنا غادي نختم هاد الشهر إن شاء الله غيجي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية للمغرب، وربما سيحيي واحد الذكرى ديال الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند عندما قام بزيارة المملكة المغربية زيارة رسمية، وخطب
في البرلمان أمام المجلسين. اليوم مع القرار التاريخي ديال فرنسا سنعتقد بأن السيد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي أو فخامة الرئيس الفرنسي بقراره التاريخي الاعتراف بمغربية الصحراء وعدالة القضية المغربية قد يلقي خطابا أمام نواب الأمة ليكون قيمة مضافة لبناء ثقة في النفس في السادة النواب والسادة المستشارين. وأتوقف هنا وشكرا لكم.